ده مازن. ايوه يا مازن. الحقني يا يحيى، فهمي بيت تليفونه مقفول، مرجعش بيته لغاية دلوقتي من ساعة ما خرج من المدرسة، ومامته قلب عليه الدنيا. هيكون راح فين يعني؟ لا 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 لا، شغل مواعيد المصريين ده مش عندنا اجتماع الساعة 8، يبقى 8 بالدقيقة نكون موجودين. فين بقى بروفيسور جميلة؟ واسمه ايه التاني الجعان ده؟ اسمه حسان يا كوماندا، حسان. بلا بلا بلا، خلصنا. دلوقتي في مهمة المفروض كنتوا تعملوها كلكم، بس بما انكم انتوا الاتنين بس هنا فانتوا اللي هتعملوها. احنا عملنا منصة عالمية بفلوس كتير جدا جدا عشان ننتج بيها افلام ومسلسلات تثبت افكارنا اللي عاوزين نوجهها للشباب والاطفال، وتبقى مع الزمن معلومات موثقة الناس ترجع لها بدل الكتب. الله، انا بحب المسلسلات والافلام قوي قوي. ما انا جايب سيرتك يا حبيبي. طب واحنا دورنا ايه مع شركة بتنتج مسلسلات وافلام يا خواجة؟ احنا بعتنا فريق التصوير والممثلين والمعدات كلها مصر، وبعتنا للرقابة ورق المسلسل متظبط، بس اللي هنصوره حاجة تانية اكيد. وعشان كده مش عاوز اي مصريين مش تبعنا يكونوا موجودين في اماكن التصوير، وهنا دوركم انتم. لو فريق التصوير احتاج اي حاجة او واجهوا اي مشاكل انتم عليكم تحلوها. دي مصلحة متيسرة يا كوماندا، اهو ده الشغل ولا بلاش؟ كفاية علينا بقى سيوف وجري وتنطيط، الواحد هلك. يعني ايه؟ هبقى مدير انتاج يعني؟ لا يا حبيبي، مشرف عام على المشروع. حلو ده. وامسك البريك. لا لا لا، ايه ده بس الفيلم كان جامد جدا. ده كان فيلم حلو قوي. كل اسبوع يا سيدي هخرجك خروجه زي دي. بروفيسور جميلة، انت مدركة انت بتعملي ايه؟ احب اقدم لكم فهمي سبيد، صديق يحيى. قصدي زميل يحيى في المدرسة، ويحيى للأسف كان بيستغله وأذاه جامد جدا، وأنا قررت إني أخليه أحسن من يحيى ويروح معانا المهمة الجاية. مهمة؟ مش مهمة قد ما هي محاولة للتعرف على عصور مصر المختلفة وتوثيق تاريخها الحقيقي. ساعتها هتتصور وتعمل فيديوهاتك براحتك، وهتبقى نجم بجد ومشهور أكتر من يحيى. ايوه هو ده. المشكلة بقى يا فهمي لو يحيى سبقنا على هناك وحاول يمنعنا، ساعتها هاكله بسناني. وهو ده المطلوب يا فهمي. مفيش كوبايات؟